فيلمنا بيبدأ بكائن فضائي اسمه سونيك، وبيبقى عايش في كوكب غريب، وبنعرف انه مولود بقوة خارقة، وهي انه كائن سريع جدا. وبيروح بيته والمربية بتاعته لونج كلو بتزعق له علشان قالت له كتير انه ما يطلعش بره البيت ويستعرض قوته الخارقة علشان الاشرار هيكونوا طمعانين فيه. وكان لسه بيفهمها انه كان بره علشان يجيب لها وردة، بس فعلا بتيجي مجموعة من الاشرار وبيضربوهم بالاسهم، بس لونج كلو بتقفل الباب بسرعة وبتاخده وبتهرب بيه، بس الاشرار بيفضلوا وراهم وبيسيبوها سهم فبتقع، وبسرعة بترمي خاتم بيفتح بوابة زمنية بتنقله لعالم تاني علشان تحميه من الأشرار، وبتديله كيس فيه مجموعة كبيرة من الخواتم علشان يستخدمها لو في خطر وإنه هيتنقل في أي عالم أو مكان يفكر فيه. بس سونيك بيرفض إنه يسيبها، فبتدخله جوه غصب عنه، وكان لسه هيرجع لها بس البوابة بتتقفل وبتضحي بنفسها علشانه. وبعد 10 سنين بنلاقي سونيك في كوكب الأرض في مدينة اسمها جرين هيلز. ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتسليه إنه كان بيهزر مع ظابط اسمه توم اللي بيبقى ملان جدا علشان مفيش حاجه يعملها بسبب ان المدينه بتبقى هاديه جدا ومفيهاش مشاكل، ومن كتر الملل بيبقى ماسك رادار بيقيس بيها سرعه سلحفه، وسونيك بيعدي من قدامه بسرعه ولكن مش بيشوفه بسبب سرعته الخارقه. بس لما بيبص على رادار السرعه بيلاقي ان السرعه المسجله 296، وبيبقى مصدوم من السرعه دي وانها جت منين. بس سونيك مش بيعجبه الرقم ده وبيجري اسرع لغايه ما بتسجل 300، وبيكون فاكر ان الجهاز بايظ. ولما بينزل عشان يشوف سبب السرعة بيلاقي خصلة من جسم سونيك، وبيبقى مش فاهم ايه الخصلة دي علشان اول مرة يشوفها وبيحتفظ بيها. وسونيك بيكون بقاله كتير عايش في كوكب الارض، وبيكون لسه مفيش ولا واحد اكتشف سره ولا حد يعرفه، وبيروح مخبأه اللي بيطلع فيها كل طاقته، وبيفضل يلعب مع نفسه لغاية ما بيوقع كيس الخواتم، وفي خريطة بتقع وبنعرف منها انه زار كل الكواكب الا كوكب المشروم اللي بيكون هادي وآمن جدا، لكن بيبقى مش عايز يروحه علشان يرتاح واتبسط وهو عايش في كوكب الارض، ولو حصل حاجة هنا هيبقى يروحوا. واكتر واحد بيراقبه في المدينة وقريب منه هو الضابط توم اللي خاطب واحدة اسمها مادي، وبيبقى حاسس انه واحد من عيلتهم علشان على طول بيراقبهم وبيعيش معاهم اغلب اللحظات. وفي يوم بيروح يشوف الاطفال وهي بتلعب بيسبول، وبيبقى نفسه يلعب معاهم بس بيبقى عارف انه صعب جدا حد يتقبله ويصاحبه علشان يا اما هيخافوا منه يا اما هيستغلوه. وبالليل لما كله بيمشي بيروح وبيلعب مع نفسه بس ما بيكونش مبسوط وهو لوحده كده وبيتضايق جدا، ومن كتر ضيقته بيفضل يجري باقصى سرعه عنده في الملعب، وده بيولد طاقه كبيره جدا وبتتسبب في قطع الكهرباء عن المدينه كلها. وفي نفس الوقت ده توم بيلاقي ان خصله الشعر اللي معاه نورت جامد جدا، وبيبقى برضه مش عارف ايه السبب. وبعد كده بنلاقي اجتماع مفاجئ للدفاع الامريكي وهم بيحاولوا يوصلوا لحل لقطع الكهرباء اللي حصل، وفي منهم بيتوقع انهم جماعات ارهابيه، بس رئيسهم مش بيقتنع بكلامهم علشان ملاقوش ولا اسلحه ولا اي حاجه، وقرروا ان هم هيستعينوا بالدكتور ايجمان علشان عبقري وخبير جدا في مجال التكنولوجيا، مع انهم خايفين منه بسبب تصرفاته الغبيه، بس مش بيبقى قدامهم حل تاني غيره. وفعلا دكتور ايجمان بيوصل وبيبدا شغله، وبيبدا يطلق كل الدرونز اللي معاه علشان تعمل مسح كامل للمدينه، وفعلا بيلاقي اثار لاقدام غريبه وبيقول انها مش اقدام انسان ولا حيوان وانها اقدام كائن فضائي. وسونيك لما بيعرف ان كل المدينه بتدور عليه وان المكان ما بقاش امن بيقرر ان هو يروح لكوكب المشروم علشان هيكون امان اكتر ليه، فبيروح يلم كل حاجاته وبيروح على جراج توم علشان ينتقل من هناك. بس توم بيسمع صوت غريب طالع من الجراج فبيروح على هناك وبيتخض من شكله وبيبقى مش فاهم ايه الكائن ده، وبيضربه بطلقه مخدره والخاتم السحري بيقع من ايده، والتيشيرت اللي توم كان لابسه بيبقى مكتوب عليه اسم مدينه سان فرانسيسكو، ودي اخر حاجه سونيك بيشوفها قبل ما يفقد الوعي. فالبوابه الزمنيه بتتفتح على المدينه وبيقع فيها كيس الخواتم السحريه، وبعد كده بتتقفل، وبعد شويه بيفوق سونيك وبيفهمه كل حاجه، بس توم بيتفاجئ انه بيتكلم زيه. وبعد كده سونيك بيقول له انه كان بيراقبه من زمان هو وخطيبته، وانه كان نفسه انهم يبقوا صحاب، وانه لما لقى الجيش بيدور عليه قرر ان هو يجي عنده الجراج ويهرب على كوكب المشروم من هنا. وهما بيتكلموا بيجي الدكتور ايجمان على بيت توم علشان تتبع بصمات اقدام سونيك وجابته لهنا، وسونيك بيقول له انه يساعده ويخبيه، وفعلا بيصعب عليه وبيقرر انه يساعده وبيطلع يخبيه فوق في المخزن. والدكتور ايجمان بيحاول يخش البيت علشان يدور على سونيك بس توم بيمنعه، فبيطلق الدرونز علشان تدور عليه، وكانت لسه هتتعرف على سونيك بس بيجري منهم. ولما بيسمع صوت بيخش البيت بالعافيه وبيلاقي خصله الشعر بتاعت سونيك، وهدد توم انه يقول على مكانه، فسونيك بيطلع وبيسلم نفسه. فالدكتور ايجمان بيتصدم من شكله وانه بيتكلم، بس توم بيضربه وبياخد سونيك وبيهربوا بسرعه، وبيبدا يقول له انه لازم يوديه لسان فرانسيسكو علشان يجيبوا كيس الخواتم السحريه علشان يمشي من الكوكب قبل ما يقبضوا عليه
عليه ويستخدموا الطاقة بتاعته في الشر. بس توم فتح باب العربية وقال له يمشي ازاي للمدينة، وفعلا بيروح وبيجي في ساعتها وبيقول له انه مش بيحب يمشي في المحيط وانه يساعده ويوديه هو احسن، وبيوافق. وفعلا بيبدأوا يتحركوا على هناك، وهم في الطريق توم بينزل عشان يجيب لهم اكل، وسونيك بيشوف ناس بترقص في بار فبينزل وبيخش البار، ولما بيجي توم مش بيلاقيه فبيروح يدور عليه وبيلاقيه فعلا في البار، وبيقول له انهم لازم يمشوا قبل ما يلاقوهم. فقال له انه لسه محققش امنياته على كوكب الارض ومش عايز يمشي قبل ما يحققها. فبيتأثر توم بكلامه وفعلا بيبدأ يحقق له بعضها، وبيقعدوا يرقصوا ويلعبوا وبيبان انهم بدأوا يقربوا من بعض. وفي عصابة بتيجي وبتتنمر على سونيك علشان فاكرينه شخص حقيقي ومتنكر في لبس كرتون، فسونيك بيفضل يستفز فيهم فبيضربوا توم. بس سونيك بسبب سرعته الخارقة بيربط كل الناس الموجودة في بعض، وتوم بيتفاجئ لما بيلاقي كل الناس وقعت فجأة، وبياخد سونيك وبيجري بسرعة من البار قبل ما الناس تمسكهم، وبيروحوا على فندق وبيباتوا هناك. وبيقول له انه احسن يوم في حياته علشان اول مرة يجرب الحاجات دي مع حد ومش لوحده زي كل مرة. وتوم بيلاقي نفسه في التلفزيون انه مطلوب للعدالة، ولما سونيك بينام توم بيمسك ورقة امنياته وبيلاقيه كاتب انه بيتمنى انه يلاقي صديق حقيقي. وفي تاني يوم بيكملوا طريقهم لسان فرانسيسكو، ودكتور ايجمان بيقدر يحدد مكانهم وبيبعت عربية ضخمة بتطاردهم، وبيحدف خطاف جوه العربية وبيسحب بيها عربيتهم. بس سونيك بيستخدم قوته وبيجري في اتجاه العربية بأقصى سرعة وبيدمرها، وبيخرج منها عربية تانية أصغر وبتحدف أقراص مغناطيسية في العربية علشان تدمرها. بس سونيك بياخدها وبيحطها في العربية التانية وبيدمرها، وبيخرج منها روبوت بعجلة واحدة، وتوم بيفضل يزنق عليها لغاية ما بيدمرها، وبرضه بيطلع منها روبوت بحجم صغير جدا، وسونيك بيستهزأ بيها علشان صغيرة، بس بيطلع منها ليزر وبتدمر سقف العربية. فسونيك بيمسكها وبيكسرها، بس بيلاقي ان فيها قنبلة لزقت في ايده وبيحاول يشيلها بس برضه بتفضل لازقة فيه ومش بيعرف يشيلها. فتوم بيجي وبيشيلها منه وبتكون لزقت فيه هو كمان، فبياخدها سونيك وبيروح يلزقها في صخرة كبيرة، بس وهو ماشي القنبلة بتتفجر وبيكون قريب منها فبيتأثر بيها وبيفقد الوعي. فبياخده بسرعة وبيروح لخطيبته مادي علشان دكتورة بيطرية وممكن تعرف تساعده، وبتكون عند اختها، وهما الاتنين بيتصدموا لما بيشوفوا سونيك علشان بالنسبة لهم هو كائن فضائي غريب. وبتقول هي مش عارفة أدوية الحيوانات هتنفع معاه ولا لا، وبتشممه حاجة وبنلاقيه فاق فعلا، وبيفضل يجري بسرعة رهيبة في البيت. وبنت اخت مادي لما بتلاقي كوتش سونيك مقطوع بتروح وبتجيب له كوتش جديد هدية، وسونيك بيفرح جدا بيه علشان أول مرة حد يجيب له هدية. وبننتقل للدكتور إيجمان وبنلاقيه عمال يعمل أبحاث عن خصلة الشعر بتاعت سونيك، وبيفرح جدا علشان بيلاقي فيها طاقة جبارة ومش محدودة، وبيستخدم الطاقة دي في السفينة بتاعته. وبعد كده بنلاقي توم ومادي وسونيك وهم بيقرروا انهم هيروحوا للبرج اللي في سان فرانسيسكو علشان يجيبوا الكيس اللي فيه الخواتم السحرية، وفعلا بيتحركوا على هناك وبيخبوا سونيك في شنطة علشان محدش يشوفه، وبيطلعوا في الاسانسير وسونيك فعلا بيلاقي الكيس وبيودعهم علشان هيسيب كوكب الارض وهيروح لكوكب المشروم، وبيرمي الخاتم علشان ينتقل للكوكب. بس بيلاقي فجأة الدرونز بتاعت الدكتور إيجمان وبتبقى محاصراهم من كل مكان، وكان لسه هيضربهم بالمدافع، بس سونيك بيرمي توم ومادي من فوق البرج لغاية ما يفادي كل المدافع دي. بس بيلاقي ان سرعة المركبة بتاعت الدكتور إيجمان بنفس سرعته علشان بيستخدم فيها خصلة شعر سونيك وبياخد الطاقة منها، فبيقع هو كمان من فوق البرج بسبب الضربات دي، والخواتم كمان بتقع منه، وبيحاول يمسك خاتم منهم وبيفتح بوابة زمنية وبينقل فيها توم ومادي وفعلا بينقذه. وبعد كده بيلم الخواتم بسرعة وبيجري، بس إيجمان بيفضل يطارده ويجري وراه وبيبقى هو كمان بنفس سرعته، وبيفضل يرمي في الخواتم وبتنقلهم في أماكن مختلفة، وبيضرب عليه مدافع وبيدمر أبو الهول، وبيجري على الهرم وبيفتح بوابة وبينتقلوا لجرين هيلز من تاني. ويكون ساعتها سونيك تعب جدا من كتر المطاردة، وساعتها بيجي توم ومادي وكل أهل البلدة علشان تدافع عن سونيك، وإيجمان بيستغرب وبيسأله هو بيساعده ليه، فقال له علشان هو صديقه وفرد من عيلته ومستحيل يتخلى عنه، ولو عايز يخلص عليه فلازم يخلص منه هو الأول. وسونيك لما بيسمع الكلام ده بيستجمع كل قوته، وبيكون أول مرة يوصل لكل الطاقة دي، وبيفضل يضرب في سفينة إيجمان من كل اتجاه. وتوم بيفتح بوابة زمنية لكوكب المشروم، وسونيك بيزق إيجمان فيها وبيخلص منه. وبعدها بنشوف سونيك وهو بيودعهم علشان يروح المخبأ بتاعه، بس توم بيفاجئه إنه عمل له أوضة في بيته فيها كل حاجته علشان يعيش معاهم وأكنه فرد من العيلة، وساعتها فعلا سونيك بيفرح جدا. وفي آخر الفيلم بنلاقي الدكتور إيجمان وهو في كوكب المشروم وهو معاه خصلة شعر سونيك، وهو بيقول إنه هيعمل كل ما في وسعه علشان
علشان يمشي من الكوكب ويقضي على سونيك. فيلمنا بيبدأ بدكتور إيجمان وهو في كوكب المشروم من 143 يوم، وهو بيحاول يتأقلم في الكوكب لغاية ما يخترع بوابة زمنية تنقله تاني لكوكب الأرض، وفعلا بيعمل جهاز عملاق وبيستخدم فيها خصلة شعر سونيك علشان يجلب منها الطاقة، ولما بيشغله إيجمان بيقع بسبب قوة الطاقة اللي خارجة من الجهاز، وفعلا بتتفتح بوابة زمنية وبيطلع منها 3 جنود وكانوا عايزين ياخدوا منه خصلة شعر سونيك، بس إيجمان بيكون محضر أفخاخ وبيقدر يخلص عليهم كلهم، وكان بيجري على البوابة الزمنية علشان يخرج من كوكب المشروم. بس فجأة بيظهر له كائن غريب لونه أحمر شبه سونيك واسمه ناكلز، وبيسأله هو جاب خصلة الشعر دي منين، وبيبان إنه عايز يأذي سونيك، وبيقول له إن هو هيوصله لسونيك بس هو كمان يساعده إنه يخرج من كوكب المشروم، وبيقرروا إنهم يتحدوا علشان يخلصوا على سونيك. وبننتقل لكوكب الأرض وبنشوف سونيك وهو بيشوف الشرطة بتجري ورا مجرمين سارقين بنك، فبينزل سونيك علشان يساعد الشرطة، وفعلا بيعرف يخلص على المجرمين، بس بيبقوا حاطين متفجرات في العربية، فبيبقى مش عارف يعمل ايه وبيرمي شوية منهم في عربية زبالة والباقي بيرميه في الصرف الصحي. وفعلا الشرطة بتقبض على المجرمين بس بعد فوضى كبيرة جدا بسبب تهور سونيك، وبعد كده بيتسحب على البيت علشان محدش يعرف اللي هو عمله، وكان ليه ميعاد مع توم انهم يصطادوا، وفعلا بيروح وبيقعد معاه بس بيبقى عايز ينام فبيقع في البحيرة، وبنكتشف انه مش بيعرف يعوم وتوم هو اللي بيطلعه، وبيقول له انه عارف اللي هو عمله علشان ما كانش موجود في اوضته، وان كمان موجود في جرنان الفوضى اللي هو عملها، وبينجح فعلا انه يقنعه انه ما يتدخلش تاني في شغل الشرطة لغاية ما يكون عنده خبرة ازاي يقبض على المجرمين باقل خسائر ممكنة. ولما بيروحوا بنلاقي ان توم ومادي بيحضروا شنطهم علشان يروحوا حفل زفاف اخت مادي، وسونيك بيساعدهم وبيفتح لهم بوابة زمنية على هناك على طول، وبيديله خاتم سحري علشان يفتح بيه بوابة زمنية لما يرجع. وفي نفس الوقت ده بنلاقي بوابة زمنية اتفتحت في اخر المدينة وبيخرج منها كائن اسمه تيلز، وبيكون عنده نفس قدرات سونيك بس عنده قدرة زيادة وانه بيعرف يطير، وبيكون معاه جهاز علشان يبحث على سونيك وفعلا بيتحرك عليه. وفي الجانب التاني بنلاقي سونيك وهو قاعد في البيت بس فجأة النور بيقطع، وبنلاقي إيجمان بيفتح الباب وبيتصدم لما بيشوف انه خرج من كوكب المشروم، وبيتعصب عليه وكان لسه هيضربه بس ناكلز بيجي وبيضربه، وسونيك بيقوم وبيحاول يضربه بس برضه مش بيقدر، وبيحاول يجمع كل طاقته علشان يعرف يهزمه، بس ناكلز بيكون قوته اكبر من قوة سونيك بكتير، وبيقول له انه ما كانش عارف انه ضعيف قوي كده، وبيسأله عن مكان جوهرة القوة المطلقة اللي ورثها من قبيلته، بس سونيك ما بيكونش فاهم حاجة من كلامه، وكان لسه هيضربه تاني بس بتيجي عربية شرطة وبتخبط ناكلز، وبنلاقي ان تيلز هو اللي بيسوقها، وبيطلب من سونيك انه يركب وانه بيساعده، وبيقول له ان اسمه تيلز وانه جاي كوكب الارض علشان يساعده، وان ناكلز اخر كائن من قبيلته، وانه بيدور على جوهرة القوة المطلقة اللي قبيلة سونيك مخبياها، وانه عايزها علشان تمنحه القوة الابدية. وساعتها بيجي ناكلز فوق العربية وبيضربها، فتيلز بيرمي العربية من فوق الجبل وبياخد سونيك وبيطيروا، وناكلز بينط من العربية وبيتعلق في نص الجبل، والدكتور إيجمان بيتصل بالمساعد بتاعه وبيفرح جدا لما بيعرف انه رجع تاني لكوكب الارض، وبيبعت له كل اجهزته تاني، وبيساعد ناكلز انه يطلع من الجبل، وبيعرض عليه انه يساعده انهم يلاقوا جوهرة القوة المطلقة بمقابل ان يسلموا سونيك علشان يعمل عليه التجارب بتاعته، وفعلا بيوافق، وسونيك وتيلز بيروحوا يستخبوا عند صديق توم، وبيفكر في كلام ناكلز وتيلز ان قبيلته هي اللي مخبيه جوهرة القوة المطلقة، فبيفتح الخريطة اللي اديتها له المربية بتاعته لونج كلو، وفعلا بيلاقي علامة الجوهرة وعليها علامة استفهام، وبيرميها لما بيطلع منها طاقة غريبة، وبيطلع منها رسالة من المربية بتاعته وبتقوله انها عاشت طول حياتها علشان تحمي جوهرة القوة المطلقة اللي ورثتها من القبيلة بتاعتها، وان جه الدور عليه علشان يحمي الجوهرة من بعدها علشان لو وقعت في ايد شريرة هيدمر العالم كله، وانه يتبع الخريطة وهيقدر يوصل للجوهرة. واول خطوة مبيناها الخريطة هي بوصلة في سيبيريا، ولما يلاقوا البوصلة هتوديهم لمكان الجوهرة، وفعلا بيبدأوا يتحركوا وبيفتح بوابة زمنية لسيبيريا، بس بيلاقوا فيه عاصفة جامدة جدا فبيقعدوا في بار لغاية ما العاصفة تخلص، وتيلز بيقول له ان معروف عنه باختراعاته الجديدة، وانه عرفوا من الطاقة اللي عملها في جرين هيلز علشان وصلت للكوكب بتاعه، وجه كوكب الارض علشان يحذروا من ناكلز وعلشان يساعدوا، وبتيجي رسالة لسونيك وبيرد عليها، ودكتور إيجمان بيكون مخترق تليفونه وبيعرف انه في شرق سيبيريا. وفي تاني يوم لما العاصفة بتخلص بيكملوا طريقهم للبحث عن البوصلة، وبيوصلوا لكهف غريب، ولما بيخشوا بيلاقوا باب على شكل المربية بتاعته، فبيعرف ان ده كده مكان البوصلة، وبيلاقوا كلام موجود على البوابة، وتيلز بيترجمها وبيقول ان مكتوب ان كان في 7 محاربين كل واحد معاه جوهرة تميز قوته، ودمجوهم كلها في جوهرة واحدة علشان كده سميت بجوهرة القوة المطلقة، وان قبيلة ناكلز
ناكلز وقبيلة مربية سونيك كانوا بيتحاربوا عليها علشان كل قبيلة كانت عايزة تمتلكها، بس في الاخر قبيلة مربية سونيك قدرت انها تنتصر في الحرب وسيطروا عليها وخبوها في مكان سري علشان تبعدها عن قوى الشر. وبعد كده الباب بيتفتح وبيلاقي تمثال كبير للمربية بتاعته، وبيلاقي رموز في التمثال فبيشكلها بنفس الرموز اللي في الخريطة، فبيخرج منها شعاع غريب على سونيك وبيخرج منها البوصلة اللي هتوديهم لمكان الجوهرة. بس وقتها بيوصل دكتور ايجمان وناكلز فبيطلق عليهم صاروخ، فسونيك بياخده وبيغير مساره على ناكلز وبيستغل الفرصة وبيهربوا وبيتفرقوا هو وتيلز، وسونيك بيحاول يدمر بعض من طيارات دكتور ايجمان وبعد كده بيجري، بس ناكلز بيجري وراه وفي صاروخ بيجي جنب سونيك فبيأثر عليه وبيتعلق على حافة الجبل وكل الخواتم السحرية بتقع منه، فبيطلع وبيقف قدام ناكلز وبيلومه علشان هو السبب في الدمار ده، بس بيفهمه انه بينتقم لوالده ولقبيلته علشان والده كان خارج في يوم مع قبيلته علشان ياخد الجوهرة من المربية بتاعته، بس ساعتها مرجعش ولا هو ولا قبيلته. بس سونيك كمان بيفهمه ان المربية بتاعته ماتت برضه في اليوم ده، وبيبدأ كل واحد يتفاهم غرض التاني، بس بيجي تيلز وبيكتف ناكلز بجهاز من معاه وسونيك بيحدف له البوصلة علشان ياخدها ويهرب، بس بيجي ايجمان وبيسرقها منهم وبيضرب عليهم صواريخ وبيهربوا، وبيجري سونيك على تيلز علشان فقد الوعي من الصواريخ وبياخده وبيجري علشان حصل انهيار جليدي، وبيتصل على توم وبيقول له انه يرمي خاتم البوابة الزمنية اللي اداهوله علشان في انهيار جليدي وكل خواتمه السحرية ضاعت، بس بيكتشف ان بدله بخاتم حفل الزفاف فبيروح علشان يبدله، بس العريس مش بيرضى فبيضربه وبياخد الخاتم وبيفتح له البوابة وفعلا بينقله لعنده وبيحميه من الاعصار. بس بعد كده بنكتشف ان حفل الزفاف مش حقيقي وانه كان فخ من الشرطة علشان يقبضوا على سونيك، وفعلا بيقبضوا على توم وتيلز وسونيك، بس مادي واختها بيلاقوا الشنطة بتاعت تيلز اللي فيها اسلحته المطورة فبياخدوها وبيروحوا على المكان المحجوزين فيه وبيعرفوا يخلصوا عليهم بفضل الاسلحة دي، وفعلا بيعرفوا يحرروهم. وفي نفس الوقت بنلاقي دكتور ايجمان وناكلز قدروا يوصلوا لمكان الجوهرة بفضل البوصلة اللي عرفتهم الطريق، وبيحطوا البوصلة في مكانها وساعتها البحر بيتشق نصين وبيظهر سلم من المعبد اللي فيه الجوهرة وبيحصل انفجار كبير جدا، وساعتها سونيك وتوم بيشوفوا الشعاع اللي في البحر، وسونيك بيقول لهم ان كده ايجمان وناكلز وصلوا للجوهرة وبيودعهم علشان مفيش حل غيره يوقفهم قبل ما يدمروا العالم، وانه ياخدوا بالهم من تيلز اللي بيكون فاقد للوعي، وبيبدأ فعلا يفعل قوته الخارقة وبيجري بسرعة على مكان الشعاع، وبنلاقي ايجمان وناكلز وهم في المعبد وعمالين يجروا من الافخاخ الموجودة وبيعرفوا يتفادوا بعضها بفضل اجهزة دكتور ايجمان، وفعلا بيوصلوا لمكان جوهرة القوة المطلقة، وكان لسه هيقتل ناكلز علشان ياخد الجوهرة ليه لوحده، بس سونيك بيجي عليهم من السقف وهما الاتنين بيتحدوا بعض علشان الجوهرة، بس ناكلز بيكون اقوى منه بكتير وبيعرف يهزمه بكل سهولة وكان لسه هيقتله، بس سونيك بيقول له ان ايجمان ضحك عليه وهياخد الجوهرة ليه هو لوحده، فبيتعصب عليه وبيقول له ان ده ما كانش اتفاقهم وان المفروض هو اللي كان هياخد الجوهرة، فايجمان بيضحك عليه انه صدقه وانه اكيد كدب عليه وكان بيستغله علشان يوصل للجوهرة، وبيمسك الجوهرة وفعلا بيكتسب قوة كبيرة جدا، واول ما الجوهرة بتتشال من مكانها المعبد بيبدأ يتهد والبحر بيرجع لطبيعته وبيقع حجر كبير على ناكلز في المية وبيبقى مش عارف ياخد نفسه، بس سونيك بيجي وبينقذه، وسونيك ما بيكونش عارف يطلع من المية علشان ما بيعرفش يعوم، بس بيجي ناكلز وبيشده من المية وبينقذه هو كمان، ولما بيطلعوا هما الاتنين بيسامحوا بعض وبيتحدوا علشان يخلصوا من شر ايجمان قبل ما يدمر العالم، وكمان بيلاقوا ان تيلز فاق من فقدان الوعي وجاي يساعدهم، والشرطة بتحاصر ايجمان لما عرفوا بالقوة الجديدة اللي هو اكتسبها، بس ايجمان بيخلص عليهم بكل سهولة علشان الجوهرة بتكون قوتها خيالية وبيقدر بالقوة دي يعمل روبوت ضخم جدا علشان يحكم العالم، وبيجي سونيك وتيلز وناكلز علشان يقفوا قدامه، وناكلز بينزل وبيحاول يضرب الروبوت بس طبعا مش بيتأثر بأي حاجة، وبعد كده بيضرب جناح الطيارة بتاعت تيلز وبيضرب سونيك بصاروخ، بس سونيك بيمسك الصاروخ وبيغير مساره على الروبوت بس برضه مش بيتأثر بحاجة، فبيجتمعوا هما التلاتة وبيقول لهم انهم لازم يحاربوا كفريق واحد علشان يعرفوا يقضوا عليه، وبيقول لهم الخطة واللي هي ان هو هيشغل ايجمان ويخليه يركز معاه، بس وهو بيشغله فعلا الصواريخ بتضرب سونيك، بس من ضمن خطتهم ان نيكلز وتيلز يحاولوا يتسللوا لجوه الروبوت بفتحة صغيرة عملها تيلز بأجهزته، وبيعمل كذا نسخة افتراضية علشان يشتت ايجمان، وناكلز بيستغل الفرصة وبيضربه بقوة جدا، وساعتها فعلا بتخرج الجوهرة من جسمه وبتقع على الارض، وسونيك بيفوق من ضرب صواريخ دكتور ايجمان وبيشوف الجوهرة وهي واقعة على الارض، وكان لسه هيروح ياخدها بس ايجمان بيعرف يسيطر على الروبوت من تاني، وكان لسه هيدوس عليه بس
بس بيجي توم ومادي بالعربية وبياخدوا سونيك وهو بياخد الجوهرة وبيجروا، بس ايجمان بيقلب لهم العربية فبيستخبوا هما التلاتة ورا العربية، وكمان الجوهرة بتتدمر وبيجي ايجمان بالروبوت وبيعمل حواليهم دايرة نار كبيرة فبيستسلموا هما التلاتة للموت. وكان لسه هيدوس عليهم هما التلاتة، بس في نفس الوقت ده الجوهرة بتتقسم ل7 جواهر صغيرين وبيخشوا في جسم سونيك، وبنلاقي ان سونيك اكتسب قوة الجوهرة وبيشيل رجل الروبوت وبيطير وبيدمر الروبوت بكل سهولة بسبب طاقة جوهرة القوة المطلقة، وفعلا بيعرف يخلص على ايجمان. وبعد كده سونيك بيخرج ال7 جواهر من جسمه وبيرجع تاني لطبيعته، وبيسألوه هو ليه اتخلى عن قوة الجوهرة وانه كان هيبقى اقوى مخلوق في العالم، بس قال لهم ان القوة الحقيقية في قوة العيلة. وناكلز بيجمع ال7 جواهر في جوهرة واحدة زي ما كانت في الاول، وبيتعاهدوا هما التلاتة انهم هيبقوا فريق واحد وهيحموا الجوهرة من قوى الشر اللي هتحاول توصل ليها. وبعد كده بنلاقي ان تيلز وناكلز انضموا للعيلة بتاعته وان كلهم بقوا عيلة واحدة. وفي اخر الفيلم بنلاقي مساعد دكتور اجمن وهو بيدور عليه في التفجير، بس مش بيلاقيه وسط الحيطان وبنلاقيه في مكان تاني وانه لسه عايش، وانه بيتواصل مع ابوه علشان يقدر يخلص على سونيك، وان كمان ظهر كائن جديد شبه سونيك بس اقوى منهم هما التلاتة عشان يخلص على الفريق بتاعهم. فيا ترى فعلا هينجح انه يخلص على الفريق ولا لا؟ وده اللي احنا هنعرفه في الجزء الثالث. فياريت تعمل سبسكرايب للقناه اللي هو اشتراك يعني، وتفعل زر الجرس اهم حاجه علشان اول ما ننزل الجزء الثالث يجيلك اشعار بيه. وياريت تعمل لايك عشان ده هيفرق جدا في انتشار الفيديو، وياريت تعمل كومنت تقول لنا ايه رايك في الفيلم او الملخص، ودي برضو الافلام اللي عندنا في القناه لو انت حابب تشوفها. وبس كده، نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.